السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هعرفك كل حاجة عن لغة البرمجة دارت. أول حاجة، دارت هي لغة برمجة مفتوحة المصدر، تم تطويرها من خلال شركة جوجل في عام 2011. دارت لغة كروس بلاتفورم، يعني بتشتغل على كل الأنظمة زي الويندوز واللينكس والماك، وغير إنها بتشتغل على الموبايل فون زي الأندرويد والآي أو إس وكمان الويب أبليكيشن. يعني تقدر تكتب كود واحد هيشتغل على كل الأنظمة. مش بس كده، كمان تطوير وبرمجة الألعاب، يعني مفيش حاجة مش هتعرف تعملها من خلال دارت. دارت لغة برمجة سهلة وأي حد ممكن يتعلمها، وغير إنها تدعم ال OOP، اختصار ل Object Oriented Programmer. دارت تدعم إن أنت تدخل عليها أي لغة تانية، يعني أنت لو عندك مشروع والمشروع ده شغال عليه بلغة دارت، محتاج أي حاجة من لغة تانية، فعادي جدا إن أنت تاخد الحاجة دي وتضيفها على المشروع بتاعك. أهم فريم ورك لدارت هو فلاتر، تم إنشاؤه من خلال شركة جوجل. فريم ورك قوي وسهل وبيوفر لك أدوات ومكتبات كتير، من خلاله تقدر تعمل برنامج بيشتغل على كل الأنظمة. أهم البرامج التي تم إنشائها من خلال فلاتر جوجل أدس وعلي بابا، وغير في تطبيقات تانية كتير ممكن تسيرش عليها. أنا ذكرت لك أهم 2 أبليكيشن ممكن تكون تعرفهم أو سمعت عنهم. إذا كنت لسه بتفكر تدخل مجال البرمجة، فدارت بداية قوية ليك، وحتى لو كنت مبرمج ويب أو موبايل، فإنك تتعلم دارت وفلاتر وتشتغل بيهم وتضيفهم للسي في بتاعك هتكون حاجة كويسة جدا، لأن دارت لغة قوية وهيكون ليها مستقبل كويس قوي. بعد ما تتعلم دارت وفلاتر تقدر تشتغل كفريلانسر على مواقع العمل الحر، أو تشتغل في أي شركة برمجيات. متوسط مرتبات مطورين دارت في الساعة هو $50 تقريبا. لو لسه بادئ في مجال البرمجة وقررت ان انت تتعلم دارت، فانا بقدم لك كورس مكون من 3 اجزاء. اول جزء هنتعلم فيه اساسيات اللغة دي وكل كبيرة وصغيرة، وتاني جزء هنتعلم فيه اهم فريم ورك لدارت وهو فلاتر. اما تالت جزء ده انا بقولك اهم حاجة معاك في الكورس ده، هي فكرة ازاي تستخدم الاساسيات دي. يعني انت خلاص اتعلمت الاساسيات فعايز تستخدمهم، فبيجي تالت جزء عشان يعلمك ازاي تعمل مشاريع. هنعمل كام مشروع عملي، منهم متجر الكتروني وبنك الكتروني شبه بايبل، وبرنامج فيديوهات شبه التيك توك. وان شاء الله هنعرف ازاي نستخدم دارت في الالعاب. كل ده عشان تعرف تبدأ تشتغل. ما هو اتعلمت الاساسيات بس مش عارف تشتغل بيها، فلازم تطبق على مشاريع عملي وافكار على كل اللي انت اتعلمته. فانت ان شاء الله هتطلع من الكورس ده تحديدا وانت طالع عشان تشتغل، وهو ده الهدف بتاعي. لو ناوي تكمل معايا في الكورس ده اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل حلقة من الكورس. لو انت جاي من وقت انا خلصت فيه شرح، فهتدخل على قوائم التشغيل في القناة، هتلاقي واحدة باسم دارت وواحدة باسم فلاتر، وهتلاقي قائمة باسم كل مشروع اشتغلنا عليه عشان تتعلم بالطريقة الصحيحة. يا رب ما اكونش طولت عليك، ولو عندك اي سؤال ممكن تسيبهولي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. اشوفك الحلقة الجاية.